في نوفمبر سنة 2011 لاتويا آمونز ست أمريكية عندها 3 عيال. قررت تبدأ حياة جديدة من بعد ما الظروف كانت صعبة معاها، ولقت بيت صغير في مدينة اسمها غيري في ولاية أنديانا. سعره كان مناسب جدا، ووقتها قالت خلاص ده بيتي الجديد وهنا هنبدأ من أول وجديد. البيت من بره كان عادي جدا ومش باين عليه حاجة غريبة، بس الجيران كانوا بيبصوا عليه بطريقة مش مريحة، كأن في سر محدش عايز يتكلم عنه. أول أسبوع الدنيا كانت طبيعية جدا، لاتويا بتنظف والعيال بيلعبوا والجو عادي. بس في ليلة معينة كل حاجة اتغيرت. الساعة كانت حوالي 2 بالليل والدنيا كانت هادية، وفجأة لاتويا سمعت صوت حركة عندها في البيت طالعة من الممر، رغم إن كل العيال كانوا نايمين. قامت علشان تبص وتشوف الصوت ده جاي منين، لكن ما لقتش حاجة. رجعت تكمل نومها، بس قبل ما عينيها تتقفل سمعت باب الأوضة بيتفتح لوحده وبعدين بيتقفل تاني. وقتها قالت يمكن من الهوا، بس الغريب إن الشبابيك كانت مقفولة كويس. وتاني يوم الصبح لقت ريحة غريبة قوية مالية البيت، ريحة شبه العفن أو كأن في حاجة ميتة، بس هي مش عارفة جاية منين. نظفت كل حاجة، بس الريحة كانت برضه بتظهر تاني بالليل. العيال بدأوا يخافوا لما بدأ يحصل معاهم أحداث غريبة، وخصوصا الولد الصغير اللي كان عنده 7 سنين. كان بيقول لأمه وهو مرعوب: ماما، في واحد بيكلمني بالليل. لاتويا سألت الولد بلطف وهي بتلعب معاه علشان تطمنه: مين اللي بيكلمك؟ قال لها: الراجل اللي مش بيحب النور. ومن اليوم ده البيت بقى غريب، كل يوم حاجة جديدة بتحصل، وأصوات حركة بتتسمع في البيت، وكمان أبواب بتخبط لوحدها والأنوار تولع وتطفي من غير سبب. وفي مرة لاتويا كانت قاعدة لوحدها في الصالة، وشافت ظل أسود طويل واقف عند الباب وثابت وما بيتحركش، ولما قامت تبصله اختفى في لحظة. الليلة دي كانت أول مرة تحس إن البيت مش آمن، وإن في حاجة مش بشرية عايشة معاهم. كانت بتحاول تقنع نفسها إن هو وهم أو توتر من الانتقال الجديد، بس في أعماقها كانت حاسة إن اللي بيحصل مش طبيعي أبدا. ومن هنا بدأت القصة اللي خلت الشرطة والأطباء ورجال الدين نفسهم يقولوا إن ده واحد من أغرب البيوت المسكونة في أمريكا كلها. بعد أول أسبوعين البيت بقى ليه طابع مرعب. لاتويا وأمها بدأوا يحسوا إن في نفس تاني عايش معاهم في نفس المكان. المشكلة إنه مش عبارة عن صوت أو ريحة مثلا، لأ، ده إحساس بوجود حد بيبص عليهم حتى وهم لوحدهم. وفي يوم من الأيام كانوا قاعدين بيتغدوا وفجأة طبق وقع من على الترابيزة واتكسر. مفيش هوا ومفيش حد لمسه، الطبق وقع لوحده. لاتويا وقفت مكانها مش قادرة تنطق، وأمها قالت: أنا سمعت النفس بتاعه يا بنتي، في حد هنا فعلا. وفي الفترة دي بقوا بيمروا بأسوأ أيام مرت عليهم. كل ما النور يطفي الأصوات بتبدأ، حركة على السلم وخبط في الشبابيك وهمسات عند الباب. وفي مرة لاتويا شافت باب الدولاب بيتفتح لوحده ببطء كأن في حد جواه، ولما قربت سمعت صوت خفيف بيقول: إحنا مش هنمشي. وفي الفترة دي العيال بقى عليهم تصرفات غريبة. البنت الصغيرة كانت بتصحى بالليل تصرخ وتقول إن في حد بيشدها من رجليها. أما الولد الصغير فبدأ يرسم رسومات غريبة كلها وجوه سودة وعيون بيضة، وبيقول إن هم أصحابه اللي بيلعبوا معاه. لكن أخطرهم كان الولد الكبير واللي عمره حوالي 12 سنة. بدأ يتغير تماما وبقى عصبي وعنيف وبيقول كلام غريب زي إن الشيطان بيكره النور، وكمان كان بيقول إن الناس هنا مش عايزين يمشوا. وفي مرة أمها كانت بتصلي ولقت الولد واقف وراها وبيبص في الهوا ووشه متغير، وصوته اتبدل وبقى تخين ومرعب، وقال: انتي مش قادرة تطرديني. الكلمة دي خلت الست تقع على الأرض من الخضة. لاتويا وقتها بقت متأكدة إن الموضوع مش طبيعي، فقررت تستعين بشيوخ وناس متخصصة في الطاقة، لكن محدش كان قادر يفسر اللي بيحصل. البيت بقى كأنه بيكرههم، والنوم بقى مستحيل، وكل حاجة كانت بتتحرك لوحدها، وحتى الجيران بدأوا يسمعوا أصوات غريبة جاية من البيت في عز الفجر. في اليوم اللي بعده لاتويا شافت حاجة خلتها تصرخ. شافت ظل طويل كان ماشي في الطرقة وبعدين اختفى جوه الحيطة، وبعدها سمعت صوت راجل بيهمس في ودانها: أنا لسه هنا. وفي اللحظة دي لاتويا قررت تروح المستشفى، مش علشان نفسها ولكن علشان ابنها الكبير اللي بقى بيتكلم بصوت مش صوته وبيتحرك بطريقة مش بشرية. ودي كانت بداية المرحلة الأخطر، المرحلة اللي دخلت فيها الشرطة والمستشفى والكنيسة القصة رسميا. البيت بقى كابوس،
بس الكارثة الحقيقية بدأت لما الأولاد نفسهم اتغيروا. الأم لاتويا كانت بتحاول تسيطر، بس ابنها الكبير بدأ يتصرف تصرفات تخوف أي أم. بقى بيقعد في الضلمة ساعات من غير ما يتكلم، وأول ما حد يقرب منه يبصله بنظرة غريبة جدا. ولما كان بيتكلم كان بيقول كلام عن الموت والجحيم. وفي يوم الولد فجأة وقع على الأرض وبدأ يترعش، وصوته اتبدل كأن في راجل كبير بيكلمه من جواه. قال بصوت غليظ وغريب: أنا مش هو، أنا اللي جواه. لاتويا وقتها صرخت وجريت تجيب أمها روز. ولما دخلوا الأوضة الولد كان بيضحك ضحكة غريبة جدا، ضحكة باردة كأنها طالعة من حد مش إنسان. الأم خافت وقالت: ده لازم دكتور يكشف عليه. راحوا المستشفى ولاتويا كانت معاها ولادها ال3، بس اللي حصل هناك محدش قدر ينساه. الممرضة كانت بتتكلم مع لاتويا، وفجأة الولد الكبير مشي على الحيطة برجله ودماغه لتحت، وزحف على الحيطة كأن في قوة غريبة أقوى من إنها تكون قوة بشرية بتحركه. وقتها كل الموجودين شافوه، الممرضة والدكتور وأم لاتويا، وكمان الناس اتجمعت على الأحداث الغريبة اللي شافوها. والدكتور كتب في التقرير الرسمي: الولد تحرك بشكل غير إنساني. والكلام ده اتوثق فعلا، والشرطة طلعت عليه بعدين. بعد الحادثة دي الشرطة دخلت في الموضوع، ودخل معاهم الاختصاص الاجتماعي اللي بيشرف على الأطفال. الست لاتويا كانت بتقول إن العيال مش هم نفسهم، وإن في قوة شريرة سيطرت عليهم. والأطباء قالوا إن الولد محتاج متابعة نفسية، لكن كل التحاليل طلعت سليمة. مفيش تفسير طبي، وكمان مفيش مرض ومفيش شيء علمي يفسر اللي بيحصل. في الوقت ده لاتويا فهمت إن الموضوع أكبر منها، وإن اللي جوه البيت مش مجرد شبح، ده كيان شرير فعلا، ومش بيأذيها بس لكن بيحاول يسيطر على أولادها بالكامل. ومن اللحظة دي الكنيسة دخلت الصورة رسميا، وبدأت المرحلة اللي محدش قدر يفسرها لحد النهاردة. بعد اللي حصل في المستشفى الدنيا كلها اتقلبت. الدكتور بلغ الشرطة والاختصاص الاجتماعي، وقال لهم إن العيلة دي محتاجة تدخل عاجل، وإن في حاجة بتحصل مش طبيعية خالص. الشرطة فعلا قررت تفتح تحقيق رسمي، وفي يوم 10 أبريل سنة 2012 وصل ضابط شرطة اسمه تشارلز أوستن، راجل مخضرم وخدم أكتر من 30 سنة في الشرطة. أول ما دخل البيت قال إنه حس إن البيت ده فعلا غريب، وإن فيه إحساس يخوف كأنه داخل مكان مهجور. بدأوا المعاينة، وكان معاه وقتها موظفة من الخدمات الاجتماعية اسمها فالين لافين. وفي الدور الأرضي كل حاجة كانت عادية، لكن لما نزلوا البدروم الوضع اتغير. التراب كان على الأرض شكله غريب، ولقوا حتة قماشة سودة ملفوفة حوالين تمثال صغير وكأنه مدفون في الأرض عمدا. كمان لقوا أثر لشمع محروق وطين ناشف كأنه كان مستخدم في طقوس اتعملت في البيت ده قبل ما الأسرة تيجي تسكن فيه. الضابط وقتها كتب في تقريره إن أجهزة التسجيل اشتغلت لوحدها وبعدها وقفت فجأة، وفي اللحظة دي حس كأن في حد بيتنفس وواقف جنب ودانه. الست لاتويا وأمها كانوا فوق، وكل ما الضابط يطلع يسمع أصوات خبط تحته وهو متأكد إن مفيش حد. وفي مرة صوروا فيديو بكاميرا الشرطة، ظهر فيه ضوء أبيض صغير بيتحرك في الهواء، وبعدها صوت طفل خفيف بيضحك. الكلام ده كله اتوثق فعلا في ملف القضية، والموضوع كبر لدرجة إن هم استدعوا القس مايكل ماجنوت من الكنيسة المحلية. القس جيب نفسه البيت وقال بعد المعاينة في وجود شيطاني واضح هنا، وقال كمان إنه شاف سائل أسود نازل من الحيطة ومفيش أي أنبوبة أو تسريب. القس قرر يبدأ جلسات طرد الأرواح الشريرة رسميا، بس قال لهم إن الموضوع مش هيبقى سهل، لأن البيت مش بس مسكون، ده كمان الكيان الشرير متشبع بالمكان وبالأشخاص نفسهم. وقتها رجال الشرطة خرجوا من البيت وهم مرعوبين، وواحد فيهم قال بعد كده في تصريح: أنا خدمت في جرائم قتل ومواقع حوادث، بس عمري ما خفت زي الليلة دي. وبعد اللي حصل السلطات قررت تنقل الأطفال لمكان آمن مؤقتا، ولاتويا بدأت رحلة جديدة، رحلة مع الكنيسة لمحاولة طرد اللي جوه البيت للأبد. القس مايكل ماجنوت كان راجل هادي جدا ومش بيصدق في الخرافات بسهولة، لكن لما دخل بيت لاتويا حس بحاجة عمره ما شافها قبل كده. قال بعدين في حواره: أول ما بدأت أقول الصلاة حسيت إن في هوا سخن بيخرج من الأرض، كأن البيت نفسه بيتنفس بغضب. وقتها القس قرر يبدأ أول جلسة طرد الأرواح يوم 30 إبريل سنة 2012، وده كان بحضور لاتويا وأمها وضابط من الشرطة كان بيصور. بدأ بالصلاة اللاتينية التقليدية ورش المياه المقدسة في الأوضة،
لكن فجأة الكهرباء قطعت وكل الأجهزة اللي في البيت حتى الموبايلات وقفت في نفس اللحظة. ولما رجعت الكهرباء سمعوا صرخة حادة جدا جاية من البدروم. القس نزل ومعاه الضابط ولقوا ريحة كأنها ريحة حريقة، بس مفيش دخان ولا نار. ولاتويا وقعت على الأرض بتصرخ وجسمها بيتهز، وصوت غريب بيطلع منها مش صوتها، وكان بيقول سيبنا في حالنا، المكان ده بتاعنا. القس فضل يصلي والمية المقدسة بتغلي على جسمها كأنها بتتحرق. الجلسة دي استمرت حوالي ساعتين، وفي الآخر لاتويا سكتت فجأة كأن حد شال عنها حمل تقيل. بس القس قال وقتها إن الكيان ده لسه موجود بس أضعف، وعمل بعدها جلستين كمان في الكنيسة نفسها مش في البيت. في واحدة منهم لاتويا بدأت تترعش جامد جدا، والناس اللي حواليها شافوا ظل أسود بيعدي وراها وبيختفي. وكمان القس ماجنوت قال إن هو حس بريح باردة معدية من ورا ظهره، وقال بعدها في اللحظة دي كنت متأكد إن الشيطان بيحاول يهرب. وبعد الجلسة الثالثة الأمور بدأت تهدى، الأولاد رجعوا لطبيعتهم ولاتويا قدرت تنام لأول مرة من شهور. والقس قال لها البيت اتطهر لكن ما ترجعيش ليه أبدا. وفعلا لاتويا سمعت الكلام وسابت البيت وسكنت في مكان جديد، ومن يومها ما حصلش أي حاجة غريبة تاني. بس الغريب إن كل اللي دخلوا البيت بعدهم من الشرطة أو المصورين أو حتى القس نفسه اتعرضوا لحوادث غريبة بعد كده، حوادث عربيات وكوابيس متكررة وسماع أصوات في بيوتهم. القس قال بعدها جملة ما تتنسيش: الشر ما بيموتش، هو بس بيتنقل لمكان تاني. بعد ال3 جلسات طرد، لاتويا أخيرا بدأت تحس إن الكابوس انتهى. أولادها رجعوا مرة تانية لطبيعتهم والبيت سكت بعد شهور من الرعب. لكن رغم الهدوء ده الكل كان حاسس إن البيت نفسه لسه مش طبيعي. القس مايكل ماجنوت قال لها بنفسه ما ترجعيش هناك يا لاتويا، البيت ده مش هيبقى بيت تاني أبدا. وساعتها لاتويا خدت قرارها ولمت حاجتها وخرجت هي وولادها وسابت المكان اللي دمر حياتها. بعد كام شهر الشرطة ختمت البيت بالشمع الأحمر ومفيش حد قرب منه، وكل اللي كان يمر من الشارع يقول إن هو بيحس برعشة في جسمه لما يبص عليه. والجيران قالوا إنهم بعد رحيل العيلة بدأوا يسمعوا أصوات تاني من جوه، صوت ضحك أطفال وخطوات في الممر وأحيانا صوت ست بتعيط. وفي سنة 2014 سمع المخرج الأمريكي زاك باجنز بالقصة، وهو معروف إن هو بيقدم برنامج عن الأماكن المسكونة. قرر يشتري البيت بنفسه علشان يصور فيه فيلم وثائقي اسمه الديمون هاوس، وفعلا اشترى البيت بمبلغ بسيط حوالي 35,000 دولار، ودخل يصور فيه مع فريقه. واللي حصل معاهم جوه خلى كل واحد منهم يندم انه دخل. الكاميرات كانت بتتعطل من غير سبب، واكتر من شخص من الطاقم دخل المستشفى بعدها بأيام بسبب نوبات خوف وكوابيس مستمرة. زاك بنفسه قال انا شفت حاجة في البيت ده ما ينفعش اوصفها، المكان مش بيت، المكان بوابة لحاجة اعمق من الجحيم نفسه. وبعد ما خلص تصوير الفيلم جاب جرافة وهدم البيت بالكامل، وقال في نهاية الفيلم ما ينفعش المكان ده يفضل موجود، البيت ده عبارة عن كتلة من الشر. الناس كانت بتعدي وتشوف التراب مكان البيت وتقول حتى بعد ما اتهد لسه الريحة الغريبة طالعة، وكأن البيت فعلا ساب أثره في المكان. ولاتويا بعدها عاشت حياة هادية في ولاية تانية ورفضت تتكلم في الموضوع ده تاني. أما القس ماجنوت فكان دايما يقول في كل مقابلة الشر اللي كنا بنواجهه هناك ما كانش بيتلبس الناس، هو كان بيملك المكان نفسه. ومن ساعتها بقى بيت لاتويا آمونز واحد من أشهر البيوت المسكونة في التاريخ الحديث، بيت حقيقي شهد على أحداث تخطت الخيال. قولوا لنا رأيكم في التعليقات وحابين نتكلم عن إيه في القصص الجاية، بحب أشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة، وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.